مش عارف يا اخي، انا كل ما ابقى عايز اغير فكرتي عن المشجع الزملكاوي ان كل ما بيقلل مننا بيتسك تاني يوم على طول. الاقي حاجة تانية اكدت لي نفس الفكرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا الكرام في كل مكان، اهلا وسهلا بكم من جديد. صلي على حبيبك المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام. نادي الزمالك العظيم، نادي الزمالك اكبر قلعة رياضية في مصر، بيتعادل مع فريق انيمبا النيجيري. انيمبا النيجيري اللي اول مرة يسجل اهداف في الكونفدرالية. لو انت ما تعرفش، انيمبا النيجيري ده ما سجلش ولا هدف في البطولة دي كلها من بدايتها. بيسجل هدفين في نادي الزمالك. عواد اللي كان بيتقال ليه عواد ما مش محطوط مع مصطفى شوبير في التصنيف، والمسرحية بتاعتكو اشتغلت والكم هبدة المعتبرة بيخش فيه جوان ما تخشش في حارس مرمى من اللاعبين الناشئين. الزمالك بعد ما كان متسيد الماتش وغالب 2-0، هوب كورتين، ما يعني كورتين بيتلعبوا في كورتين يتلعبوا في الدرجة الرابعة، ممكن يجوا جوان، بس جون في الزمالك جوان. وسبحان الله، التعادل اللي بتعمل هزيمة ده يجي امتى؟ بعد ما الزملكاوية امبارح كانوا بيتريقوا وبيقللوا من مجهود الاهلي اللي راجع بتعادل صعب الى حد ما مع فريق جنوب افريقي. والاهلي في العموم يعني كولر رايح، من وجهة نظري انا، دي وجهة نظري الشخصية، كولر رايح في العموم بيلعب على التعادل. يعني كولر بيلعب مش عايز يرجع مغلوب، لان الاهلي عمره ما غلب في جنوب افريقيا. كان نفسي كولر يرجع من هناك على الاقل بهدف ويفك العقدة بتاعت جنوب افريقيا، لان الاهلي ما كسبش ولا فريق جنوب افريقي في جنوب افريقيا. لكن لو هنتكلم بالارقام، كولر العالمي بيستمر في سلسلة اللا هزيمة ب26 مباراة على التوالي في افريقيا لا هزيمة. الراجل ده عامل ارقام مفيش صعب فرق افريقية تعملها زيه. 26 مباراة على التوالي بلا هزيمة، ده رقم كبير. الجميل بقى ان الاهلي بجلالة قدره باللي بيعمله ده كله، في كوادر كده، حاجات ما الواحد ما كانش يحب يشوفها. يعني كوادر بتتكلم باسم الزمالك، عمالة تقلل من الاهلي ومن مجهودات الاهلي، كلام ما ينفعش يتقال. يعني ليه اشوف على الشاشة اكتر من حد بيتكلم باسم الزمالك يقول لك انا مش هشجع الاهلي في كاس العالم؟ هو الاهلي لو رايح كاس العالم بيلعب باسم الاهلي بس، ولا بيلعب باسم مصر، ولا الزمالك هو اللي بيلعب بس باسم مصر؟ الزمالك اللي بيلعب في الكونفدرالية، بطولة سقط افريقيا، بطولة الدرجة التانية بتاعت دوري ابطال افريقيا، هو ده بس اللي بيمثل مصر. يعني نعتدل في الكلام. يعني ايه هتخسر ايه لو طلعت قلت اتمنى الفوز لفريق النادي الاهلي؟ سبحان الله، هو يطلع يقول الكلمتين دول ويطلع يقلل من النادي الاهلي ومن مجهود النادي الاهلي، هوب تاني يوم على طول يروح الزمالك متعادل بالشكل اللي شفناه ده. وعواد اللي المفروض افضل عواد افضل حارس في مصر يخش فيه الهدف ده. لو اول مرة تشوفني اتمنى تعمل متابعة وما تنساش تدعمنا بالشير واللايك. سلام.